دي كده تقريبا الاصوات والفرق بتاع الضغط والكبس اللي هربان واكلان زي كل ده الاجزاء اللي فوق في البلوكه. في نص تحتاني مهم قوي، الكرانك والسبيكه اللي موجوده تحت. لذلك خلونا نتكلم عليها، وقلنا بنعرفها منين دي بقى، ان انت وانت المحرك شغال ولما تيجي تزود عليه، لما تيجي تعلي الار بي ام تلاقي المحرك بتاعك بيعمل صوت ترزيعه جامده قوي من تحت. يا ترى الترزيعه دي من ايه؟ خلينا نبص هنا كده مع بعض. ركز معايا يا جميل. تعال هنا بقى بص بقى على الأعجوبة الهندسية دي اللي هو العمود المرفقي أو عمود الكرنك. زي ما قلنا إن ده وظيفته إن هو مع الدوران بتاعه كده إن هو يحول الحركة الرأسية للسلندرات اللي هي طالع نازل، يحولها لحركة دائرية زي ما احنا شايفين. طيب المفروض بقى يا صاحبي إن البستون ده طالع نازل وبيعمل حاجة اسمها كونكتنج رود، اللي هي المنطقة دي كونكتنج رود اللي هي السبيكة. المفروض ان ده حديد ودي خامة مثلا ممكن تكون ألمونيوم او حديد ايا كان الخامة بتاعت البيل دي، ما ينفعش انهم ياكلوا في بعض مباشر، بيعملوا ما بينهم خامة تانية اللي بيسموها السبايك اللي هي هنا دي. تمام، لازم نسميها سبيكة لان هي اصلا مش معدن، مش حديد، مش حديد ومش كمان مش ألمونيوم، لا اللي هي دي بقى. دي المفروض يا جميل بتبقى هنا كده تمام، وبتركب فوق وتحت، وبتبقى هنا بص كده تعالى مكانها اهو. ايه بقى الهدف منها؟ ان هو لما يلف كده هي تبدا تعمل عازل او طبقه عازله ما بينه وما بين البيال. تمام، ما تخليهمش ياكلوا بعض. ايه بقى اللي بيحصل؟ غيار زيت متاخر، غيار زيت متاخر، زيت مغشوش او مقلد، زيت مش اصلي، درجه حراره عاليه، استهلاك مبالغ فيه، انت ماشي على طول ار بي ام ده انت ماسكه 5000 و6000 لفه ما بتنزلش. كل الحاجات دي، وبرده خلل في التبريد وخلل في التزييت وسدد في ترمبه الزيت، ضعف في ترمبه الزيت، سدد في المصفى، كل الحاجات، فلتر مسدود، حاجات كتير قوي. كل الحاجات دي عملت معانا ايه؟ عملت خلل في التزييت بتاع المنطقه دي. لان خلي بالك هو المفروض دي خامه يعني دي خامه وده خامه وده خامه، وما بينهم زيت هو اللي شايل الحركه دي، مش هما اللي بيحكوا في بعض، ما ينفعش يحكوا في بعض مباشر، لازم بينهم طبقه تزييت. ركز بقى كده معايا تعالى بص يا جميل، شايف هنا مسارات التزييت ده اهي، المسارات ده اهي، الفتحات ده اهي بتبقى ماشيه جوه العمود بتاع الكرنك كامل. المفروض ان هو بياخد ضغط من جوه ترمبه الزيت ويبدا ان هو الزيت يمشي في المسارات ده اهي، فيبدا ان هو يزيت ايه بقى؟ السبيكه الجميله بتاعتنا علشان ما تاكلش في بعضها، فيبقى حاجه اسمها كواتد فيلم اللي هو زي فيلم حمايه مثلا او طبقه حمايه. طبقه حمايه دي بتكون من الزيت. طيب طبقه الحمايه دي او الزيت نقص، بتكون النتيجه ايه؟ بتكون النتيجه اللي انتوا شايفينها هنا كده. تعالى بقى افتح فلاشه كده وتعالى معايا بص يا جميل. السبيكه زي ما احنا شايفين هنا ايه؟ صيرت او اتاكلت. بص الفرق ما بينها بقى وما بين السبيكه الجديده عامل ازاي. شوف السبيكه الجديده اهي اهي، بص كده دي الجديده ودي القديمه اهي، اظن الفرق واضح. خلاص الجديده ناعمه جدا وبتلمع وملانه، القديمه هتلاقيها ايه؟ رايحه في داهيه اهي ومتاكله وخشنه. خلاص يعني هنا ماشي ايدك كده ناعمه اهي، يعني ضفرك هو مش هيعلق على حاجه، بخلاف دي لو انا مشيت ايدي كده ضفري هيبدا يمشي في حظوظ اهو، يبدا يعلق في حظوظ اهي. خلاص هنا نفس القصه هنا زي ده اهي، بص بص اهو اهو. تمام تمام. طيب بسبب سوء التزييت، بسبب اي مشكله من دول، هنا ما بقاش في تزييت كويس، دي اكلت بقى. هتاكل فين؟ روح جاي على طول اكله في مين؟ في الكرنك. طيب اكلت في الكرنك ايه اللي بيحصل؟ لو انت رحت جاي، وده الاختبار بتاعنا ليها، واللي هو كل حاجه راكبه، بنروح جايبين شاكوش وجايين هوريك كده الصوت بتاعها. بنروح جايبين الشاكوش بتاعنا ونروح جايين ايه؟ طبعا الكرنك ده اصلا احنا خرطناه وظبطناه ومركبين له سبيكه جديده فصوته مكتب. في الكرنك او السبيكه لما تكون ثابت خلاص اتاكلت، حصل فيها تاكل هي والكرنك بتاعها، تيجي تخبط كده تسمع صوت رنه. الرنه دي بقى مع الدوران طالع نازل، في بستون طالع نازل اهو، صح؟ طالع نازل دي يبدا ان هو ايه؟ يضغط على نسب التاكل دي، فتبدا تسمع صوت تك 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 تك. ليه؟ هو دلوقتي نازل اهو، ضغط، ركز معايا،
البستون اهو تاني، خلينا نشرح البستون نفسه. البستون هو نازل، انا حاطط صبع اهو، الصبع ده هنعتبر ان هو ايه؟ الكرانك. هو نازل يضغط اهو، فهو صبعي لازق فوق اهو، فهو ضغط. لما يجي يلف تاني ويطلع، في هنا بقى ايه؟ نسبه خلوص، شايفها اهي اهي. طبعا مش بنفس القيمه دي، انا اعتبرها كده نسبه خلوص اهي، صح؟ فطالع نازل عادي ايه؟ الخلوص اللي هو بيتحرك فيها من تك 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 تك. طبعا مع عدد البيستونز اللي عندنا او مع عدد السلندرات تسمع صوت بقى احلى ترزيع من تحته، تك 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 تك. فاهم انت؟ الصوت ده اللي انت بتسمعه يقول لك المكنه دي جابت سباكه، صح؟ وزي ما قلنا في الاغلب 90% من الحالات بيكون مشكله في التزييت. خلاص؟ طيب في الحاله دي بقى بنعمل ايه يا جميل؟ في الحاله دي بنروح جايين فكين الكرانك ده، مطلعينه دخل على مخرطه الكرانك زي ما احنا شايفين هنا دلوقتي، يتخرط ويبدا ان هو يتنعم. الاماكن هنا اللي هي اماكن التوصيل، الاماكن اللي احنا شايفينها هنا، تعالى هنا قرب. الاماكن اللي انتم شايفينها دي تبدا ان هي تتخرط، فيبدا يتشال منها الحظوظ اللي حصلت فيها، تبدا تتنعم، ونبدا ان احنا نجيب بقى سبيكه تانيه. السبيكه الجديده بقى تبقى تاني 010 بقى، 020 030 0 ايا كان. هنبدا ان احنا نجيبها اتخن شويه عشان تعوض نسبه التاكل اللي حصل فين؟ اللي حصل هنا. لان احنا دلوقتي عشان نصحي ده تاني بعد ما هو اتاكل وبقى فيه حظوظ، عشان نصحه تاني الكرانك ده محتاجين ان احنا ناكل منه طبقه. طب لما هناكل منه طبقه القطر بتاعه قل، فلازم نعوض فرق القطر ده منين؟ من السبيكه الجديده، تبقى السبيكه الجديده محمله شويه. تمام؟ طبعا برضو تاني ليه حدود، لان مره في الثانيه مش هينفع يجي الثالثه هيروح جاي قايل لك ايه؟ والله الكرانك ده ما عادش ينفع يتخرط. في الحاله دي ممكن انت بتجيب كرانك تاني او بتغير بقى موتور ببعضه، انت ورزقك يعني. خلاص؟ طبعا الكرانك ده زي ما قلنا ان هو له قواعد تثبيت اللي هي الكراسي اللي احنا شايفينها هنا دي، اللي هي بتثبته في جسم البلوكه، وله المناطق بتاعه التثبيت اللي بتكون ايه؟ بعدد السلندرات. طبعا دايما كده، تعال بص هنا كده هتلاقيه هو عامل توازن. التوازن ان هنا مكان توصيل بيستون، هتلاقي هنا مكانه قصاده حدافه، وهتلاقي اتنين فوق واتنين تحت. يعني المفروض الاتنين بيستون دول دلوقتي مكانهم فين؟ في النقطه المائته السفلى، والاتنين التانيين في النقطه المائته العليا. كده التحرير بتاعه كده الاربع سلندرات في قيمه واحده. كل ما هنتحرك كده المفروض ان هو هيبدا ان هو يلف البيستونز، وفي نفس الوقت يبدا ان هو يعمل توازن. زي ما احنا شايفين التوازن بيجي منين؟ عن طريق الحدافه اللي احنا شايفينها دي. ودي تركيبه فنيه تانيه. اظن ان احنا كده تقريبا غطينا كل الموضوع بتاع الاصوات الغريبه اللي انت ممكن تسمعها في المحرك. التركات الفنيه، الحاجات الفنيه، الحاجات المهمه، الحاجات اللي امتى نغير وامتى ما نغيرش. الحاجات دي اسرار مهنه فعلا حرفيا، مش اي حد هيقولها لك. والله انا بقولها لكم بكل اخلاص. تمام؟ فحاولوا بقى ان انتوا تساعدوني في ان احنا نوصل المعلومه دي لكل الناس عن طريق حاجتين. ان انت اول حاجه طبعا هتدوس اعجاب على الفيديو عشان يبقى مرشح الناس تشوفه، وكمان ان انت هتبدا ان انت تشارك الفيديو ده في جروبات السيارات وعلى الصفحات المهمه الخاصه بالسيارات عشان الناس تستفاد معلومه. الحاجه الثانيه بقى ان انت تشير او تبدا ان انت تنشر القناه نفسها. القناه عليها اكتر من 1200 فيديو ده على اليوتيوب. في طبعا موجود بقى البيج بتاعتنا على الفيسبوك برضه بتعمل لها اعجاب، برضه الصفحه بتاعتي على انستجرام، على التيك توك، كل الحاجات دي، وطبعا صفحتي الشخصيه على الفيسبوك. الحاجات دي كلها هتلاقوها موثقه بالعلامه الزرقاء كده كلها. حاولوا ان انتم تعملوا لها اعجابات ومتابعه علشان تشجعونا ان احنا نستمر، وعلشان الصفحات دي تكبر. لما الصفحات دي بتكبر ولما اعداد المشتركين فيها بتكتر، بتبدا ان هي تكون مرشحه لناس ثانيه انها تشوفها، فنبدا ان احنا ننشر معلومات مهمه فعلا الناس محتاجاها. والدل على الخير كفاعله، فانت بالظبط هتاخد نفس الثواب بتاعي لو انت كانت نيتك ان انت بتساعد الناس. خلاص؟ فارجو ان انتوا تساعدونا في ده، وزي ما قلت لك اشترك علشان يجي لك اشعار بقى بالحلقات الجايه اللي احنا ان شاء الله الفتره الجايه المفروض ان هنزل بقى العمره كامله. انا دلوقتي اتكلمت عن الحاجات الفنيه بتاعتها كلها، ان شاء الله الفتره الجايه هنزل لك عمره كامله للمحرك، بحيث ان انت بتتفرج على الحلقه بعد كده ما عادش تروح لفنيين بقى. الفنيين ما يزعلوش مني ويسامحوني، ممكن انت تعمل العمره بايدك انت لوحدك. احمد دلوقتي طبعا قاعد يضحك بيقول لك هناكل منين؟ مفيش حد بياخد رزق حد، وطبعا في الاغلب اكيد يعني مش حد هيقدر ان هو راجل مش قصته او مش ابن مهنه زي ما احمد بيقول. الكلمه دي على لسان احمد. انا بقى هستنى هوريكم احمد وهو بيضحك اهو. بص احمد ده بقى الجندي المجهول اللي ورا الشغل بتاعنا ده كله. بص احمد طبعا من الفنيين القدام قوي في المهنه، ويعني اتشرف بان هو بيشتغل معايا، وفي نفس الوقت كمان ان هو يعتبر اخويا اللي متربى على ايدي يعني. تمام؟ فاحمد بقى زي ما انتم شايفين طبعا زعلان من قصه ان بنقول اسرار المهنه للناس، ولكن يا احمد هو غالبا مش حد هياخد رزق حد، وثانيا كمان صعب ان حد هيقعد يعمل الشغل الفني ده كله، ولكن على الاقل خالص الناس تبقى عارفه وفاهمه احنا بنعمل ايه او الشغل بيتعمل لها ايه. لان زي ما انت عارف ان طبعا زي ما احنا بنشوف
طبعا مفيش حد بيعمل كده الا احنا الحمد لله، لان احنا واثقين من شغلنا والحمد لله تمام. وبعدين زي ما انت بتشوف احنا بيجي لنا من ورا الناس شغل عامل ازاي والمصايب اللي بتجي لنا، وصاحب العربيه يقول لك انا مش فاهم حاجه ومش عارف ايه اللي اتعمل معايا. لا احنا طبعا بنحاول ان احنا ايه قدر المستطاع بنحاول ان احنا نعلمكم ازاي تبقى فاهم ايه اللي بيتم وايه اللي بيعرف، وتبقى انت متابع كل حاجه. دي لها لذه وفي ناس كتير بتحب كده، وانا عن نفسي ببقى فرحان ومبسوط وانا بشرح لكم الحاجات دي. اشوفكم باذن الله على خير في تريكات جايه كتير وحلقات جايه اكتر، وايه السلام عليكم.